أهلا وسهلا فيكم في قناة روح غزة من لندن. اليوم اجيتكم من قلب لندن، وتحديدا من محل سمك ريحته بتفكرني بغزة. وقفت قدام هالتشكيل الرائع من الأسماك، بس حقيقة قلبي مش مع هذا المكان. صرت أتخيل ريحة البحر، صوت الموج، سوق حسبة السمك، والمينا ومينا الصيادين. وقتها قلت بدي أعمل أكلة سمك حارة بالدنيس والجمبري تحكي للحنين وتفكرني بكل لحظة عشتها في غزة. اليوم يوم مش عادي، وأكلة اليوم أكلة مش عادية، راح تحكي لكم تفاصيل أول مرة تسمعوها. تعالي اليوم نطبخ أكلة سمك على أصولها، غزاوية، مش بس نكهة، كمان حكاية. سمكة الدنيس والجمبري بالصوص الحار. السمكة الحارة يعني بدها سمك. طبعا حاليا أنا جبت سمك دنيس، أو في بلدان تانية بيحكوا عنه السبريم، أو برضو باللهجة السورية بيحكوا عنه الأجاج. صراحة هذا المتوفر وأنا بحب هذا النوع. هو مش غالي كتير، بس كمان متوفر يعني موجود. وطبعا جبت كمان شوية جمبري حتى إيش ندعم الأكلة وتكون إشي محترم. طبعا رجعت على البيت وبلشت بتنظيف السمك وغسلته كتير منيح كأنه إشي غالي على قلبي. وبنشرح السمكات بالسكينة نظام شرح طول أو بالعرض زي ما انتو بتحبوا، وبنرش عليه شوية ملح على الوجهين، وبنترك 10 دقايق حتى ينزل المية تاعته، وبنشفه كتير منيح. طبعا انا راح اعملها على اصولها، يعني انتو فيكم تشوها، بس انا راح اقليها في زيت كتير حامي، وبنزلها بشويش بالمقلة، وما تحركوها. اول ما تحمر تقلبوها على الوجه التاني. زي ما انتم شايفين انا ما تبلتها، بس حطيت الملح وتركتهم لحتى ينزلوا ميتهم، ونشفتهم وحطيتهم. صوت القلي برجعني لايام بتجنن. نبدأ في تتبيلة الصوص الحار اللي بلزمنا فيها 3 ملاعق كبيرة دبس فليفلة حارة تكون بتحرق نار. عندك 3 توم مفروم، كزبرة، ملعقتين كبار، وملعقة كبيرة كمون، وملعقة صغيرة 7 بهارات. صوت القلي زي نبضات قلبي كل فرقعة من الزيت كانت يعني كأنها بتغني ارجع يا غزة. ويلا نحضر الصلصة الحارة. أول شي بنجيب قلاية أو يعني أي مقلة أنتو شايفينه شوي بيكون غويط يعني أو عميق. بننزل عليه شوية زيت زيتون، أو فينا نستخدم برضو السمن البلدي. وبعد هيك من المقادير اللي حكيتهم رح نحط التومة والكزبرة، يعني يتحركوا مع بعض شغلة دقيقة، يعني إنه تبين نكهة التومة وطعمتها ويتقلبوا مع بعض. يا سلام، الريحة دمار، انتوا اكيد عارفين يعني اللي قلب تومة وكزبرة مع بعض الريحة لحالها بتحكي يعني. بعد ما قلبنا التومة والكزبرة مع بعض بننزل عليهم دبس الفليفلة، تقريبا انا حكيت 3 ملاعق كبار. بنحاول ايش نحركهم مع بعض، نشوحهم مع بعض عشان تطلع نكهة وطعم الدبس الفليفلة. وهي طبعا حارة، يعني مع التحريك حتنخنقوا من الحرقات اللي رح يطلع مع التحريك. طبعا بنضل اقلبهم مع بعض لعند ايش ما احس انهم اتماسكوا مع بعض واخدوا نكهة بعض، يعني تصالحوا مع بعض. حضيف البهارات ال7 بهارات والكمون، وحقلبهم كمان برضو مع بعض لعند ما بدي ابلش ادير المية. راح انزل هالقيت تقريبا لتر مية، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، وابلش احركهم مع بعض يتقلبوا كأنهم يعني اهل بتصالحوا على نار هادية، زي ما انتم شايفين بالفيديو. وقبل ما يبلشوا يغلوا مع بعض راح احط ملح، طبعا حسب الرغبة، انتوا كيف شايفين الملح بناسبكم بتحطوا الكمية اللي انتوا بتحبوها. وهحركهم مع بعض واسيبهم ايش يغلوا مع بعض، او بدنا نحكي باللهجة الغزاوية يتعقدوا مع بعض. طبعا بعد مرور وقت تقريبا يمكن زي ربع ساعة صار انه بينت الصلصة، اخذت الطعمات مع بعض وصارت زي ما انا بدي اياها. هنا درت تقريبا عصير نص ليمونة فوق الصلصة الحارة،
وراح أضيف هنا في هذا الوقت بالأول الجمبري. طبعا أنا شلت الراس وخليت القشرة بس اللي على الجمبري. وراح أديرهم مع بعض يستووا سوا. بالنسبة للسمك ما انتوا شفتوا يعني انه انا قليته جاهز يعني تمام هيك. فراح اضيف بعدين السمك. الجمبري ما بياخد وقت يعني يمكن دقيقتين او 3 بكون مستوي. فحطيت السمك والجمبري كلهم مع بعض وراح اتركهم يغلوا سوا. طبعا راح اصير اخد من الصوص واحط فوق السمك لانه كمان ما بدي يتفتفت السمك يعني بدي يحافظ على شكل السمك يضله كامل. وانا بحط الصلصة على الصوص قصد الحار على السمكة كأنها بتتشرب النكهة وبتتذكر مين هي غزاوية حارة طيبة وصامدة. طبعا بعد ما غليوا تقريبا دقيقتين على الغاز أخذت المقلاية هذه وحطيتها بالفرن لحتى تتسبك مع بعض بالفرن. طبعا أنا من الأول كنت يعني ناوية إنه المقلاية اللي بدي استخدمها تكون إيديها حديد لأنه نفسها يعني حستخدمها في الغاز وأستخدمها على الفرن مش حينفع تكون الإيدين بلاستيك. طبعا برضو رجعت حطيت فلفل أخضر. المعروف عندنا بأهل غزة إنه إحنا بنموت في إشي اسمه فلفل أخضر. يعني الصلصة حارة والدبس فلفل حار وكمان فلفل أخضر فهي دمار. فهذا أكتر إشي يعني معروف عندنا بغزة بنموت في إشي اسمه فلفل أحمر أو أخضر. كل الأكلات فطور غدا عشاء يعني. شايفين كيف التسبيكة صارت. طبعا بعدين راح أشويها شوية كمان على الوجه وهيك بكون الطبق النهائي. طبعا بتتقدم بنفس المقلاة برضو اللي كانت موجودة فيها. وطبعا راح أكسر اللون الأحمر وأزينها بشرحات بصل أخضر. طبعا أنا هيك مش بس طبخت أنا رسمت حكاية. رجعت غزة على طاولة غربتي بلقمة فيها وجع ودفى وحب. لو عجبكم الفيديو حطوا لي لايك مش بس عشان القناة عشان توصل غزة من قلبي لقلب كل حدا فيكم. اشتركوا وفعلوا الجرس واكتبوا لي تحت ايش الأكلة اللي بتفكركم ببيتكم وبلدكم. أنا كنت معاكم روح غزة في لندن حتى لو بعيدة. صوتي ولسعة التتبيلة والفلفل الأخضر لسه برضو بتيجي من هناك من غزة. بشوفكم على خير في فيديو جديد وأكلات جديدة وفلوجات جديدة ومشاوير جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.